النادي الأهلي شهد في الفترة من 1950 حتى عام 2000 تطوراً ملحوظاً وسلسلة من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانته كأحد أعظم الأندية في مصر وأفريقيا. في الخمسينيات والستينيات شكل الأهلي قوة لا يستهان بها، محققاً نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي. كان النادي قد بدأ في هذه الفترة بجمع الألقاب بشكل متواصل، حيث استمر في فرض هيمنته على الدوري المصري الممتاز وكأس مصر. في خمسينيات القرن الماضي كان الأهلي يعزز من مكانته كقوة رئيسية في كرة القدم المصرية، حيث تمكن من تحقيق العديد من بطولات الدوري وكأس مصر، وواصل تحقيق الانتصارات في مباريات الديربي الشهيرة ضد الزمالك. هذا التميز لم يكن محصوراً على المستوى المحلي فقط، بل تجاوز الحدود ليواجه الأندية الأوروبية في مباريات ودية، مما أبرز قوة الأهلي على الصعيدين الإقليمي والدولي. مع دخول السبعينيات وصل الأهلي تقديم أداء رائع بقيادة عدد من المدربين البارزين ولاعبين موهوبين. كانت هذه الفترة بداية لعصر جديد من النجاحات على الساحة الإفريقية. فاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في عام 1977، وهو إنجاز لم يكن له مثيل في تاريخ الأندية المصرية حتى ذلك الوقت. تميزت هذه الفترة أيضاً بظهور لاعبين مميزين ساهموا في تعزيز مكانة النادي. في الثمانينيات والتسعينيات شهد الأهلي فترة ذهبية من النجاحات تحت قيادة مدربين مميزين مثل محمود الجوهري. تمكن النادي من تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وأصبح أحد الأندية الأكثر تتويجاً في إفريقيا. تألق الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق اللقب عدة مرات ورفع من شعبيته إلى مستوى عالمي. كما أضاف الأهلي إلى سجله العديد من البطولات المحلية مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، مما ساهم في ترسيخ مكانته كأحد أعظم الأندية في تاريخ الكرة المصرية. كان النادي يملك قاعدة جماهيرية واسعة تسانده في كل مباراة، وكانت هذه الجماهير تتطلع دائما إلى تحقيق المزيد من الإنجازات. استمرت النجاحات في فترة التسعينيات مع تحقيق الأهلي للقب الدوري المصري الممتاز بشكل مستمر. كان النادي يمثل علامة بارزة في الكرة المصرية، حيث تمكن من تحقيق النجاح في مختلف البطولات، وأثبت قدرته على المنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والدولي. كما شهدت هذه الفترة تطوراً في البنية التحتية للنادي، مما ساهم في تحسين الأداء العام للفريق. مع بداية الألفية الجديدة كان الأهلي قد أسس قاعدة قوية للنجاح المستقبلي، حيث أكمل مسيرته في تحقيق البطولات وتعزيز مكانته كأحد أبرز الأندية في إفريقيا والعالم العربي. كانت السنوات الأخيرة من القرن العشرين مرحلة من الازدهار الكبير للنادي، وقد أرسى الأهلي خلال هذه الفترة أسساً قوية لمستقبل مشرق. أصبح الأهلي خلال هذه الفترة رمزاً للتفاني والنجاح، وأثبت نفسه كأحد الأندية الأكثر نجاحاً في تاريخ كرة القدم المصرية والإفريقية. واصل النادي تحقيق البطولات وجذب الجماهير، مما جعله أحد أعظم الأندية في تاريخ الكرة المصرية. في الألفية الجديدة، وبالتحديد في العقد الأول من القرن 21، استمر الأهلي في تحقيق النجاح المستمر على جميع الأصعدة. تحت قيادة مدربين مثل مانويل جوزيه، حقق النادي العديد من البطولات المحلية والقارية، وأصبح رمزاً للتفوق والإبداع في كرة القدم الإفريقية. تميزت هذه الفترة بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عدة مرات، مما ساهم في تعزيز سمعته كأحد الأندية الرائدة في القارة. لم تقتصر إنجازات الأهلي على البطولات القارية فحسب، بل شهدت أيضاً توسعاً في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية للنادي. تطورت بنية النادي التحتية بشكل كبير، حيث تم تحديث الملاعب والمنشآت الرياضية، مما ساهم في تحسين تجربة اللاعبين والجماهير على حد سواء. كما قام النادي بتطوير أكاديميات الشباب، مما ساعد في اكتشاف وتطوير مواهب جديدة تسهم في تعزيز الفريق الأول. خلال هذه الفترة كان الأهلي يتمتع بدعم جماهيري هائل، حيث كانت المباريات تحظى بحضور كبير وتفاعل كبير من المشجعين. لم يكن النجاح مقتصراً على أداء الفريق داخل الملعب فحسب، بل شمل أيضاً الإنجازات في مجالات التسويق والإعلام، مما ساهم في زيادة شعبية النادي على مستوى العالم. استمر الأهلي في تقديم أداء رائع ومبهر، وحقق العديد من الألقاب في الدوري المصري وكأس مصر، مما ساعد في ترسيخ مكانته كأحد الأندية الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة القدم المصرية. كان النادي قادراً على الاستمرار في تقديم مستوى عال من الأداء،
وجذب أفضل اللاعبين والمدربين، مما ساهم في استمرار نجاحه. مع بداية العقد الثاني من القرن 21 دخل الأهلي في مرحلة جديدة من النجاح والتطور، حيث قام بتوسيع نطاق نشاطاته وحقق المزيد من البطولات. كانت هذه الفترة بمثابة استمرار للنجاحات السابقة، مع تعزيز الفلسفة والرؤية التي قادت النادي إلى القمة. في المجمل، فإن تاريخ الأهلي في هذه الفترة هو سجل حافل بالإنجازات والنجاحات، حيث تمكن النادي من تحقيق العديد من البطولات وتقديم أداء متميز على الصعيدين المحلي والدولي. يعتبر الأهلي أحد الرموز العظيمة لكرة القدم في مصر وإفريقيا، وقد أثبت قدرته على الاستمرار في تحقيق النجاح والتفوق على مر الأجيال. إذا أعجبكم الموضوع، لا تنسوا الاشتراك بالقناة